ما أثرت المجاعة صح؟ حنجرب حاجة تانية. غزة بتموت من الجوع، قصدي من العطش. مش أول مرة نحكي بس يمكن آخر مرة، لأنه إحنا جوعى فبالتالي ممكن نسقط ونموت جوعى. بلدية غزة حذرت 2 مليون نازح ومواطن بخطر حقيقي لأنه المية خلصت بسبب توقف الآبار. الخطوط والمصادر انهارت. يومين والناس حتعيش عطش ما بيعلم فيه إلا الله، زائد إنها حتكون ملوثة، لا في بنية تحتية ولا في مصادر طاقة. أقسم بالله كنا نشحد المية من كتر ما هي شحيحة. أحياء كاملة بوصلهاش نقطة مية مع وجود الآبار، فما بالك الآن مع توقفها وارتفاع درجة الحرارة. محطة التحلية الرئيسية بشمال غزة توقفت بالكامل، بطلت تشتغل. المية مش رفاهية، المية حياة، للشرب، للنظافة، للأكل، للتغسيل. وإذا عن جد توقفت أو انقطعت لاحق أمراض. والأصعب اللي حنسمعه، ابني من يومين ما شربش مية نظيفة، معدته تعبت من المية الملوثة وفيش مستشفيات راضية تستقبله. طب ما هذا الطبيعي اللي حنسمعه، مين بده يستقبله مقابل الحالات اللي بتموت يوميا والإصابات الحرجة والخطرة؟ فيش منظومة صحية. كارثة وبتكبر ومش عارفين من وين نتلقاها، من الجوع ولا من العطش ولا من القصف. كل يوم بيجي أسوأ من اللي قبله. الغزاوي اليوم مش قادر يعيش، والله يعلم شو القضية اللي بكرة بتستنانا.